السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لخبيزات معمرين، خبيزات صغار معمرين بالدجاج، يجيو بنان بزاف. كمية قليلة من الدجاج عمرت بها حوالي 24 قطعة من الخبز. لهذه الوصفة نحتاج رطل من الفرينة، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقتين من الزيت. عملت في الاول كما شفتوا الخميره تتفاعل، خليتها حوالي 5 دقائق ماشي بزاف. بعد ما تفاعلت بديت هيدا بلا سباتول نخلط. من بعد عاود نحيت لا سباتول وبديت نعجن عادي بيديا. دخلت يديا وبديت نزيد الماء غير بشويه، تخليه حوالي 260 مليلتر من الماء. الماء على حساب الفرينه، كاين الفرينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. تبداو تزيدوا الماء بشويه، ما تفوتوش 260 مليلتر من الماء. العجينه تكون طريه، ما تكونش تلاصق في اليد بزاف، غير شويه. من بعد انا هذا الاناء غسلته وعاود راني رديته غير باش للتصوير، باش يكون الاناء نظيف. عملت ملعقه من الزيت في هذا الاناء وغطيتها وخليتها تختمر. من بعد ما دلكتها حوالي دقيقتين او 3 دقائق وانا ندلك فيها. هنا من بعد ما اختمرت حوالي ساعة وهي تختمر، انا خليتها على خاطرها تخمر. نهبطها هكذا كما راكم تشوفون، نرش القليل من الفرينة. هذه الوصفة عندي معتمدة لخبز الشاورما، حتى خبز الشاورما نعملو هيدا. اليوم عملتهم صغار فقط، عملت خبيزات صغار. ممكن تشكلوا كريات يكونوا صغار بزاف، او تقسموا هيدا كيف العجينه، ترشوا مكان توجو ترشوا مكان العمل بفرينه باش العجينه ما تنسقلكمش من تحت ما تلصقلكمش عفوا في لو بلان دو طرافاي. وتبداو هيدا تحلو في العجينه، حلوها رقيقه كما خبز الشاورما، كما اللي وريت لكم في الفيديو تاع خبز الشاورما. وقطعت هيدا دوائر يكونوا صغار. انا عملت هاد القطعه كبيره، او ممكن تعملوا العجينه كريات يكونوا صغار بزاف، ومن بعد تحلوهم بهذا السمك وبهذا القطر تاع هاد الكريات. السمك كما راكم تشوفوا يكون رقيق بزاف، حوالي 2 الى 3 ملم. هيدا يجيو هاد الخبيزات. قلت هيدا عملت لكم خبز الشاورما، يكون هيدا السمك تاعو رقيق، زائد من العجينه نلموه هكذا ونخليوه يريح، نغطيوه ونخليوه يريح على جنب. اما الكريات الكرات اللي نحيتهم نحطوهم في منديل يكون نظيف خاص بالعجين، ونكون مرشوش بالفرينه، ونغطيهم هيدا نخليهم يرتاحوا. العجينه توجور عملوا من تحت الفرينه، كي تجيو تقطعوها قبل ما تقطعوا توجور رفدوها وحطوها كما اللي شفتوا، رفدوه وحطوه باش من بعد ما يتغيرش الشكل تاع الخبيزات ويقعدوا مدورين. وكذلك هكذا تتاكدوا باللي العجينه ماريش لاصقه من تحت. ومن بعد كي تجيو تنحيو دوك الكرات ما يفسدوا لكمش، تنحيو الخبيزات ما يكونوش لاصقين يفسد الشكل تاعهم. بعد ما كملتهم كامل كريات، عملت المقلاة تسخن، قعدوا خمروا حوالي 20 دقيقه وهما يخمروا. تخليهمش يخمروا بزاف باش ينتفخوا لكم. 20 دقيقه تكفي، سورتو هاد الايامات راه الحال سخون. الا كان الحال بارد خليوهم ربع ساعه. نحطوهم على مقلاة تكون جد ساخنه والنار تكون قويه متوسطه الى قويه. من بعد يبداو هكذا ينتفخوا كامل الخبيزات، ينتفخوا غير تحطوهم في المقلاة تبداو لازم هكذا ينتفخوا. باش ينتفخوا هيدا لازم غير تحطوهم في المقلاة تبداو تقلبوا كما اللي شفتوا. نبدا غير نقلب فيهم من هذا الوجه ومن هذا الوجه، هما نعاد خضر وانا قلبتهم حتى اللي حماروا ونتفخوا كذلك. ينتفخوا يجي قلبهم خاوي، يجي هيدا قلبهم خاوي. واذا ما نتفخوا لكمش وكانت التجربه الاولى تاعكم، حلوهم مليح بالمقص حتى الاخير، ما كان حتى اشكال. نخليهم على جنب يبردوا ونولي نحضر قطع من الدجاج. عملت كميه قليله من الدجاج. هاد الخبيزات ما يرفدوش لا فخس بزاف. وعملت فيها التوابل، شويه كركم، فلفل اسود، رشه من الزعتر، الملح، وكذلك ملعقه صغيره من المايونيز، وملعقتين الى 3 ملاعق من الحليب باش يجيونا طريين. بهذه الطريقه يجيو روعه ويجيو بنان. الحليب ما يجيش باين فيهم، بالعكس يطغيهم ويخلط التوابل يتخلطوا لنا مليح. وعملتهم في مقلاة جد ساخنه مع قليل من الزيت. من بعد ما تحمروا هيدا زدت في الوسط ملعقه من الزبده، لما ذابت زدت ملعقه من الفرينه، ونقعد نحرك في ديك الفرينه مع الاسكالوب حتى اللي تتحمص مليح. خاصنا تحمص بيان. لما تحمصت هذيك الفرينه زدت كاس كبير من الحليب اللي هو 250 مليلتر من الحليب.
240 250 ملل من الحليب اللي زدتها، ونقعد نحرك. هذه في عوض لاصوص بشاميل. ممكن تعملوا لاصوص بشاميل بكأس من الحليب بعيد على الاسكالوب، من بعد تخلطوهم معاهم هيدا، والنار عادة تكدي حتى اللي يتخلطوا يمتزجوا. وبهذه الطريقه كذلك يجيو بنان البنات. جربوهم بهذه الطريقه، تجي بنينه وتجي زاكيه لاصوص. هذيك لاصوص تزكينا لافارس تاعنا. لافارس تجي كذلك بزياده. تحبوا تخبيهم في المجمد، خبيوهم هيدا. عملوا حبات كبار وحبات صغار، حبات كبار للشاورما وحبات هيدا صغار تعمروهم هيدا كما اللي شفتوا بخيص طابل، ويجيهم مين وما يفدوش بزاف لافارس. حلوهم كامل هيدا بالمقص وخبيوهم في المجمد، غير تخرجوهم تعمروهم وتحطوهم تزينوا بهم الطاوله تاعكم. انا عملت فيهم قليل من لاصوص طوماط وزدت لافارس ندهن بها حتى من الفوق هيدا شويه، باش نزيد شويه جبن من الفوق اختياري. الجبن اذا كان عندكم متوفر. هاد الوصفه اقتصاديه. لاصوص طوماط تخليكم رابط وصفه لاصوص طوماط جبنينه بهذه الطريقه لتحت في التعاليق. اللي يوصل الفيديو لهذه المرحله ما ينساش يعمل لايك واشتراك، وما تنسونيش من دعائكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.